أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من سهى وإسماعيل شو. النهاردة هنعمل إيه؟ اشتري عكوك. بعتنا لكم على الانستجرام، سالناكم اخترعوا سندوتش دلوقتي وحطوه لنا في الاسك ده، وبعتوا لنا افكار كتير جدا 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 جدا. اخترنا منها 5. الخمسه يعني كل الافكار كانت حلوه. احنا حاولنا نعمل معظمها في ريلز على الانستجرام وعلى تيك توك. يلا بينا نجرب. يلا ما تنسوش تعملوا لنا لايك، وهتلاقوا اللينك بتاع الجروب بتاع التليجرام بتاعنا في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوا كمان اللينك بتاع الانستجرام. بس يعني ممكن تعملوا سبسكرايب يا جماعه. السبسكرايب مهم قوي 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 لينا، يعني هو اللي بيحفزنا، هو اللي بيخلينا مكملين، وهو اللي بيخلينا نعمل حلقتين في الاسبوع. السبسكرايبر اهم حاجه في الدنيا، فلو سمحت اعملوا سبسكرايب. يعني احنا شفنا لقينا ان حاجه 60% مش عاملين سبسكرايب. يعني في حاجه 60%، انتوا متخيلين؟ يعني لا كتير. ماشي، فيلا يلا بينا. يلا. ماشي. اول سندوتش معانا كان من لولي 25. بتقول جبنه رومي متسيحه في نص رغيف بلدي وعليها قشطه وجرجير، كما شاهدتم منذ قليل. تفضلين وانا ساتفضل. شكرا. ونجرب. انا خدت الرجول وانت خدت انا متفائل ان شاء الله. يعني انت ايه السرعه دي؟ توماتش جرجير. انا مش حاسه بالقشطه ده يلعب فيكم يا في قشطتكم. صراحه حلوه، لكن ما انبهرتش. مش الاختراع اللي توقعناه يعني. بس عايز اقول لكم ان الحلقه دي فيها حاجات عكه قوي. ولا ما كانش فيها حاجات عكه قوي؟ فيها حاجات عكه قوي. انتظروا اخر واحد سوف يدهشكم. اخر واحد سيد هشك. ايه بقى؟ جميل جمال ولا شغال ولا انتينال؟ شغال. والله انا كمان بقول شغال، يعني هو قد يكون احسن من الشغال شويه بصراحه. يعني هو احسن من الشغال شويه، بس انا ما انبهرتش. يعني عادي، جبنه بالجرجير والقشطه ما حسيتش بيها. لا، هي قشطه المراعي يعني، فهي مش قشطه اللي هي بلدي. ماشي. طيب ماشي. ناخد اللي بعده. من مريم حمدي. بتقولك ايه بقى؟ سندوتش جبنه كيري وعليها تمر. ماشي نجرب. يلا بينا ندوق. لا، بس احنا عايزين نقول ان احنا مش عارفين مريم كانت تقصد تمر اللي هو بناكله في رمضان، التمر، ولا البلح الاسود اللي عجوه. يعني ان شاء الله يطلع اي حاجه. يلا بينا. 1 2 هوب. مش لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، عشان مش هيكلفك اي حاجه خالص، بس هيساعدنا. شكرا. ولايك، واكتب لنا كومنت. يعني تخيل لو عملت ال3 والله العظيم اسطوره. ماشي. 1 2 هوبا. 1 2 هوبا. انا ما انبهرتش. انت انبهرتي عشان هي صاحبتك؟ لا، ما انبهرتش بصراحه. لا، انا ما عنديش محسوبيات. والله هو حلو بس برضو بس عادي، بس مش مبهر يعني ان هو يكسب يعني. ماشي. جميل جمال ولا شغال ولا انت نيل؟ انا شغال. وانا كمان شغال. هو بصراحه اعلى من الشغال بشويه. بس لم يرتقي. هو محدش هياخد جميل جمال الا اللي هم مرشحين للفوز. اللي هو يعني ايه؟ ماشي عشان ما حدش يتظلم يعني. طيب ناخد اللي بعده. اللي بعده من سمر حسن. بتقول لك كيري تشيز ويز مانجو. ماشي يا سيدي. مين سمر عارفه حسن. يا سمر، لو المانجايه دي راحت اقدر. يلا هنشوف بقى. 1 2 3 جو. حلو. صح. انا ما بحبش الحادق مع المسكر، بس دي اختراع يعني بصراحه. حلو. سندوتش بلبن يعني، مش يعني بلبن لو عرف القصه دي هينزلها عنده. بصراحه حلوه قوي. كمان يمكن عشان مانجاها حلوه، يعني طعم المانجا كده مدي مع الجبنه. حلو يا جماعه، جربوه حلو. ماشي. جميله. جميل جمال ولا شغال ولا انتينال؟ جميل جمال طبعا. وانا جميل جمال. طب لو هو من 1 إلى 10 تديله كام؟ 9. ماشي. الجبنه عامله احساس كريمي كده مع المانجا، وبعدين المانجا
بتستلمك كده وتقول لك تعالي تطبطب عليكي بقى تعملي كده. مسحت ايدي في هدومي. شكرا. اما الفكره القادمه من جوري التي تقول جبنه رومي قديمه وطحينه كتير عشان طعمها يبان وبلح اسود وممكن طماطم مكان البلح اسود، بس الحمد لله كان عندنا بلح اسود. يلا بينا نجرب. هي تبدو حلوه. يعني اعتقد ان ميكس الطحينه مع الجبنه. الطحينه مع التمر اقول لك انا قبل ما ناكل هديك طعم حلاوه طحينيه. اوكي. هل بقى الحلاوه الطحينيه دي تنفع مع الجبنه الرومي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. وهي قالت تحطوا طحينه كتير زي ما انتم شايفين عماله بتنقط يعني. ماشي يلا. كابوس ان المناديل تخلص دلوقتي. يلا 1 2 3 جو. انا حاسس ان في خناقه في بقي بس خناقه حلوه. في اتوبيس مكيف. استني اديله فرصه ثانيه عشان انا مش فاهم. والله انا مش فاهم. وحلو بس مش فاهمه بقى. مش عارف. خايف اقل منه وخايف اعلي منه. خايف. هو حلو. انا عاجبني. استني واحده. سندوتش مش مفهوم بس جميل. لو انتي مسافره بلد بعيده وقالوا لك هو ده السندوتش ده السندوتش المفضل في اي مطعم هتروحي هو ده، كان هيعجبك. مش هو عاجبك اصلا؟ هو عاجبني اصلا. ماشي. جميل جمال ولا شغال ولا انتينال؟ جميل جمال. وانا جميل جمال. كده معانا 2 جميل جمال و2 شغال. اما الان مع مفاجأة هذه الحلقة، السندوتش اللي هيقلب موازين كل السندوتشات من أميرة اللي قالت لنا توست أبيض عليه زبدة فول سوداني وخيار مخلل. دم 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 دم. صوتها اتغير وهي بتقول خيار مخلل. المهم تعالوا نجرب عشان الموضوع بصراحة مرعب. يرجى العلم ان الخيار المخلل ده انا اللي مخليه. احنا ممكن نعمل لكم حلقة بجد والله عن المخللات. نقلب سمر في المطبخ. اسرار المطبخ مع سمر. سهى اسرار المطبخ مع سهى. هتعمل لكم بقى ايه يعني. هي امبارح ولا اول امبارح مش فاكر عملت خيار مخلل وفلفل مخلل وليمون بعصفر. وعايزه اعمل ليمون اللي هو العادي بقى ابو من غير عصفر المسلوق اللي بتيجي تاكله ويروح باصص بيتف في بقك. ماشي يلا. 1. انا خايفه جدا. انت يا عرة القطاقيط. انا كنت هشتمه بس عشان عزيز المشاهد ساعات بيزعل لما انا بشتم القطط. انا اشتمه انت لا. ماشي يلا 1 2 هوب. ده انا خايف قوي والله خايف قوي. لو لسه ما عملتش سبسكرايب لو سمحت اعمل دلوقتي. هو ده الوقت اللي لازم تعمل فيه سبسكرايب وشكرا جدا بجد. ماشي يعني. ايه طعم السمك ده؟ والله قلب سمك قلب بحريات. ايه ده؟ لا مفيش سمك. الفكرة هو مش وحش. ثانية واحدة. والله طعمه سمك بالنسبة لي. ما تقوليش ما هو مش وحش لو انا عارف ان انا داخل على سندوتش سمك. حسيتي بالسمك؟ النبي حس بالسمك رنجة ومع القرمشة دي بتديكي بطروخ. طب ودي حاجة وحشة؟ هو انا قلت وحشة بس عرفني من الاول ان انا داخل على سمك. طيب جميل جمال شغال انتنين. انا شغال. ماشي انا كمان شغال. هو بالنسبة لي مش وحش يعني بس ماكلوش تاني. صح يعني الحمد لله في الحلقة دي مفيش حاجة ضايقتني. مفيش انتنال. مفيش حاجة حسيت بيها ان هي وحشة. ماشي. عندنا مين الكسبانين؟ انا مش فاكر. الجبنة الكيري مانجا والجبنة الرومي بالطحينة والتمر. هم دول بس؟ انت بالنسبة لك ايه؟ انا بالنسبة لي الاختراع قوي المانجا. عجبني يعني بصراحة. الجبنة الرومي
بالطحينه والتمر. ممكن اجربها تاني؟ اتفضل. هو انا خلاص سندوتشي ده بتاعي اهو. ده بتاعك انت، عايزه منه حته؟ براحتك. عايزه منه حته؟ ماشي. انت ايه رايك؟ المانجا بصراحه. مم. والفائز في حلقه اليوم هي سمر حسن كيري تشيز ويز مانجا. واول حلقه اعتقد في اشطر عكوك ما يبقاش فيها ملك الامتنان مسبب الاسهال. الحمد لله. بس بصراحه كان في حاجات كتير قوي في الرساله اللي جات لنا، في حاجات قد تليق بالانتينال بجد، يعني حاجه ترتقي الملك الانتينال بجد. ولكن احنا يا جماعه احنا عيانين وتعبانين وفينا اللي مكفينا والعيال عندهم امتحانات بس كفايه اللي احنا فيه. بس بجد ان شاء الله هنجرب بقيه الحاجات في ريلز، مش كلها يعني، بس هنختار منها كام حاجه كده نعملها في ريلز. ممكن اصلا يعني خشوا على الانستجرام بتاعنا عشان الفتره الجايه هيكون في ريلز كتير قوي سريعه كده لحاجات كتير. ماشي. عايزين نحط كلمه سر. تيجي نحط انا الاسطوره اللي يعمل لايك ويكتب كومنت اعمل سبسكرايب يكتب انا الاسطوره. ماشي، حلوه دي. ماشي. ماشي. ويعني لو كتبت انا الاسطوره ممكن تكتب لنا كومنت تاني عادي، يعني تكون بتتناقش معانا في اي حاجه. بس كده هوت. وشكرا ليكم، واستنونا في الحلقه الجايه من سوا سماش.